السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معتز في قناة حكاوي تاريخ. ادعوا الأبي برحمة والمغفرة وصلي على النبي. تعال نشوف الانترو وبعدها نبدأ القصة. ويلا يا عزيزي نبدأ القصة. بص يا سيدي، هو ليه بعد ما الإسكندر مات الدنيا كلها اتشقلبت؟ وليه كل واحد من قواده قرر يعمل نفسه ملك؟ السؤال ده لو فكرنا فيه هنفهم قد إيه الطموح ساعات بيولع الدنيا. تعال نحكي الحكاية يا صاحبي. دي حكاية فيها دهاء وطمع وشوية كوميديا من بتوع زمان، لأن القصة دي فعلا أغرب من الخيال. بعد ما الإسكندر الكبير مات فجأة وهو في عز قوته وشبابه، الجيش كله اتلخبط والدنيا بقت فوضى. الراجل كان ماشي على فكرة العالم كله تحت رايتي، فجأة اختفى. الناس واقفة محتارة تقول هو مين هيكمل بعده؟ مفيش وصية ولا وريث جاهز. فالقادة بتوعه قالوا ببساطة كده: ما نقسمها بينا يا جماعة بدل ما نتخانق. وفعلا كل واحد مسك حتة وقال الكلمة الشهيرة: أنا الإسكندر الجديد. بس في النص كان في راجل دماغه مختلفة عن الباقيين، بطليميوس. الراجل ده ما كانش بيدور على الحرب، كان بيدور على الاستقرار. بص على مصر وقال: البلد دي فيها نيل وخير وفيها حضارة قد الدنيا، لو حكمتها صح هتفضل تاج العالم. وفعلا دخلها بحكمة مش بسيف، والمصريين حبوه على طول. أصلهم كانوا عايزين حد يفهمهم مش حد يحكمهم بالعافية. بطليميوس قال كلمته الشهيرة: من النهاردة أنا بطليميوس الأول، وهعمل دولة جديدة اسمها دولة البطالمة. وسماها كده على اسمه عشان التاريخ يفضل فاكر إنه هو اللي بدأ الحكاية. بطليميوس الأول كان دماغه يوناني بس قلبه مصري. لبس تاج الفراعنة وبنى المعابد على الطريقة المصرية، وفتح مكتبة الإسكندرية وقال: أنا هخلي مصر منارة العلم. وجاب علماء من كل الدنيا، يونانيين مصريين هنود، وقال لهم اللي عايز يتعلم مصر بيته. ففعلا بقت مصر أيامه مركز الثقافة في العالم كله. والناس حبوه لأنه محكومش بالعصا، حكم بالعقل. وكان بيقول العلم هو اللي بيخلي الملك يعيش بعد ما يموت. وبعده جه بطليميوس الثاني ابنه، وده كان بيحاول يكمل سكة أبوه بس بطريقته. الراجل ده كان بيحب الهدوء والسلام، بس دماغه كانت عايشة في الفن والثقافة أكتر من السياسة. بنى معابد ضخمة زي إدفو ودندرة، وخلى الإسكندرية جنة على البحر، والميناء بتاعها مليان سفن من كل بلاد العالم. وبيقال إنه كان بيحب الحيوانات المقدسة لدرجة إنه كان يصرف على قطة أكتر من اللي بيصرفوا على القصر. بس رغم كده حافظ على استقرار البلد وخلاها غنية. نيجي بقى لبطليميوس الثالث، وده راجل حربي قوي. قال: أنا مش هقعد أفرج على المجد وهو بيطير، أنا هرجع نفوذ مصر تاني في آسيا وأفريقيا. وفعلا دخل حروب كتير ورجع أراضي راحت من أيام أبوه، وكان الناس بتحبه لأنه شجاع ومخلص. المصريين قالوا عليه الملك اللي بيدافع عن أرضه مش عن كرسيه. بس بعده الدنيا بدأت تتبدل. جه بطليميوس الرابع، وده كان بيحب الراحة أكتر من الشغل. راجل سهرات ومهرجانات، طول النهار حفلات وطبل وزمر، والوزراء هم اللي بيحكموا مكانه. فبدأت البلد تضعف شوية بشوية، والمصريين بدأوا يزهقوا. وجي بعده بطليميوس الخامس، وده كان طفل صغير لما مسك الحكم. فالدنيا بقت فوضى، كل وزير بيقول أنا الكبير، والدول اللي حواليهم بدأت تطمع، والسلوقيين من ناحية والرومان من ناحية تانية، وكل واحد عايز حتة. بس عشان التتويج بتاعه يبقى عظمة، عملوا له لوحة حجرية سموها حجر رشيد، اللي بعد كده فك أسرار الهيروغليفية. يعني الولد يمكن معرفش يحكم كويس، بس اسمه خلد التاريخ بطريقة تانية خالص. ومن هنا بدأت مصر البطلمية تدخل في دوامة. بطلميوس السادس والسابع والثامن والتاسع كله خناقات على الكرسي، الأخ يقتل أخوه، والأم تتآمر على ابنها، والوزراء بيبيعوا في البلد كأنها دكانة ورثوها. وفي النص كان في بطلميوس العاشر اللي الناس قالوا عليه ده فاكر نفسه إسكندر وهو مش قادر يحكم بيته. كل ملك يجي يلاقي البلد أضعف من اللي قبله، والناس خلاص زهقت من السلالة دي. العلم قل، والحروب كترت، والتجارة وقعت، ومصر اللي كانت منورة بقت لعبة في إيد الرومان. ولما افتكروا إن الحكاية خلصت ظهرت كليوباترا، الملكة اللي كانت ذكية وجميلة وشجاعة. بنت اتربت على لغات وثقافات كتير، كانت بتتكلم يوناني ومصري بطلاقة، وقالت أنا هرجع مجد أجدادي. بس الدنيا كانت صعبة، الرومان خلاص بقوا القوة الكبرى،
وهي حاولت بكل طريقة تحافظ على استقلال مصر. اتحالفت مع يوليوس قيصر وبعد موته مع أنطونيوس، وكان هدفها إنها تخلي مصر حرة زي زمان. بس بعد معركة أكتيوم الحلم وقع، والرومان دخلوا مصر، وكليوباترا اختارت تموت على طريقتها عشان تفضل رمز للكبرياء. وهنا يا صاحبي خلصت حكاية البطالمة اللي بدأت بعقل بطلميوس الأول وانتهت بدموع كليوباترا. من أول ملك قال أنا هبني دولة، لآخر ملكة قالت مش هسيبها تقع. تاريخهم فيه المجد وفيه الغلط، بس علمونا درس كبير. العبرة، الملك اللي يبني بعقله يعيش بعد موته، واللي يحكم بطمعه يختفي قبل ما يعيش، والكرسي اللي يتقسم على طمع دايما بيكسر اللي يقعد عليه. فدايما يا صاحبي لما تشوف حضارة عظيمة افتكر إنها بدأت بحلم صغير، حلم بطليميوس اللي قرر يخلي مصر دايما منورة. هنا خلصنا القصة، ومتنسوش الاشتراك والليك وسلام.